أظهرت مشاهد حصلت عليها الجزيرة حصريا قتل جنود مصريين شابا فلسطينيا يعاني اضطرابات نفسية وعقلية بعد تجاوزه الحدود البحرية الفلسطينية المصرية بأمتار قليلة غرب مدينة رفح يوم أمس الخميس. وتظهر المشاهد الشاب الفلسطيني وقد بدا عاريا تماما وهو يجتاز المنطقة الساحلية الحدودية قبل أن يطلق عليه الجنود المصريون المتمركزون في الثكنات العسكرية على الحدود النار بشكل مباشر دون إنذار أو تحذير. وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن رجال الأمن الفلسطينيين صرخوا على الجنود المصريين لوقف إطلاق النار على اعتبار أن الشاب كان يتصرف بطريقة تعكس اضطراباته النفسية، لكنهم لم يستجيبوا وأصروا على إطلاق النار المباشر عليه وقتله. وبعد التأكد من قتل الشاب نزل الجنود المصريون إلى الشاطئ وسحبوا جثته، حيث ما زالت السلطات المصرية تحتفظ بها ولم تسلمها إلى الجانب الفلسطيني. وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن الشاب القتيل هو إسحاق خليل حسان من حي الزيتون جنوب غزة، ويبلغ من العمر 28 عاما، وأكدت عائلته أنه يعاني اضطرابات عقلية. السلام عليكم. الشاب اللي انقتل رحمة الله عليه اسمه خليل خميس حسان، عمره 27 سنة، بيعاني من اضطرابات نفسية، والظاهر يعني كان واضح من الكاميرا المصور كان بيصور واحد بيقول للجيش الحيوان اللي اطلق النار عليه انه عنده اضطرابات، مبين عليه مجنون، يعني استغفر الله العظيم الكلمة، انما يعني عنده مشكلة. فالظاهر من الحركة مبين انه هذا يعني واحد اعزل، حتى يعني اواعي ما عليه يخبي اشي، مش مخبي اي اشي، اي سلاح، اي شيء، عبر الحدود. طيب بعدين وقفوا، استجوبوا، اعتقلوا. مرة واحدة قتلتوه، مرة واحدة. ولكم يا خنازير. تعرفوا أنا بعيد وبكرر مع احترامي للشرفاء المصريين والأحرار المصريين، إنما السيساوية والجيش الكفتة، جيش الزفت، جيش الخنازير، انتوا جيش خنازير، انتوا جيش كلاب، انتوا حيوانات. فهمتوا علي؟ الجيش المصري هو عليك، عفوا ما قلنا لكم مش زيحوا، انما هذا شيء بيقهر لما واحد يكون اعزل، واحد يكون واضح انه في عنده مشكله. انما لو كان يهودي بتجيبوا له طبيب نفساني وبتوقفوا، بتجيبوا له وجبه، يمكن كمان منشفه، خليه يتنشف، خليه يريح نفسه، خلينا بعدين نشوف شو المشكله، بعدين نعتقله. اذا في اعتقال بالعكس بنرجعه معزز مكرم لبلده اللي هي تعتبر صهيونيين هذولا، ما هياش بلدنا عموما. انتوا يا كلاب يا خنازير يا الجيش المصري، كل الجيش المصري كنادر حيوانات من تحت الحادثة هذه. إذا ما صار فيها حق عرب عليها، إذا هذا الجندي اللي قتله إذا ما إنه انعدم، انتوا كلاب حيوانات عايشين على الكفتة، يا كلاب يا خنازير، من السيسي لأصغر عرس بالجيش المصري. هو عليكم على الجيش المصري تبعكم. أنا ما بحب استخدم هذا الأسلوب صراحة، ولكن أحيانا بتطلعوا الواحد عن طوره، بتخلوه يكره إشي اسمه كلمة مصر، استغفر الله العظيم. ولكن في عندكم ناس شرفاء والله العظيم إنهم راحوا بالطين معاكم. أنتم ما خليتوا شرف يا جيش التعريس، يا جيش الرقاصات، يا جيش العاهرات، يا جيش المخدرات. هذا انتوا الجيش المصري. فهمت علي؟ هذا انتوا الجيش المصري، من الكلب السيسي الخنزير الحيوان لا اصغر حيوان بالجيش المصري. والله العظيم انه اليهود اشرف منكم، الصهيونيين اشرف منكم يا كلاب يا حيوانات، الخنازير اليهود بظلهم اطهر منكم يا كلاب يا حيوانات، من اكبر لاصغر واحد بالجيش المصري. عموما تحياتي لاحرار مصر والشرفاء المصريين المظلومين. انا ما بغلط على بلدكم، بغلط على جيشكم الكلب اللي عندكم الحقير، اللي هو بيضطهدكم، بيضطهد غيركم. قتلتوا واحد اعزل مبين عليه في عنده مشكله، اعتقلوه. ليش تقتلوه؟ عموما كثرة الكلام معاكم انتم ما بتفيد. انتم بصراحه ما انتم الا كنادر جزم حيوانات. اسمحوا لي يا جماعه، انا اسف على الالفاظ وعلى الاسلوب، انما هذا الشيء بخلي الواحد يكره اشي اسمه جيش مصري، يعني بالكندره بنكرههم. ختاما بدي اسلم واقول شكرا للمتابعين الاشراف المصريين اللي بيتابعوا، اللي براسلوني، وانا بعتذر منكم، انا ما بسب على بلدكم، احنا بنحبكم، انتم اخواننا بتضلكم.
بس انتم يا شرفاء مصر زحوا لي على جنب، هاي للسيسي نفسه، للجيش الكلب اللي عندكم، تو عليكم واحد ورا الثاني. انا ما بحب هذا الاسلوب، ولكن هذا الاسلوب اللي انتم بتستخدموه، انتم اللي بتستاهلوه يا كلاب، يا حقيرين، يا حيوانات، يا خنازير. تحية فلسطينية لشرفاء مصر، وتفو عليكم تفري مصر فلسطينية لكم يا كلاب. السلام عليكم.